ازيكم يا فنانين؟ معكم مس ساشا سليم من أكاديمية فاشن ديزاين. النهاردة هيكون درسنا عن الجزء الأول من الباترن الأساسي للكورساج المقفول. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من أكاديمية فاشن ديزاين. يلا بينا نبدأ. دلوقتي أنا معايا مقاسات هنا على أرض الواقع أهيت. أنا أخدتها دوران الصدر 88، دوران الوسط 76، الجنب 96، طول الوسط 40، طول الكورساج 50، الطول الكلي متر. أول حاجة أعملها أنا دلوقتي في الشغل على الطبيعة، يعني أنا أخدت مقاسات أعمل فيها إيه بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده إيه؟ الخطوة اللي بعد كده إن أنا هقسم الدورانات على 4. يبقى ال3 دورانات أنا قسمتهم على 4 على طول من الأول خالص. أول حاجة دوران الصدر 88 على 4 يبقى 22. هحطها في مربع. 76 على 4 هيبقى فيها 19، هحطها في مربع. 96 على 4 يبقى فيها 24، هحطها في مربع. برجع تاني للأول اللي هو قسمته مرتين، ربع دوران الصدر هقسمه كمان مرة على 4 هيطلع معايا 5.5، هحطها في مربع. إذا نواتج القسمة بتاعتي اللي أنا هشتغل بيها الباترون بتاعي هحطها في مربعات كده علشان أكون عارفة. طول الوسط أنا متفقة معاكي إن أنا هشتغل بطول الوسط في الباترون على طول، هحطه في مربع. الطول الكلي أنا هحطه في مربع، وأوريدي أصلا الطول الكلي نزل معايا. الطول الكلي 70، الطول الكلي وليكن 70، وليكن الطول الكلي 70. اوكي، هشتغل ايه؟ طيب معايا طول الكورساج بعمل فيه ايه؟ بقسمه مرتين، مرة على 2 بيساوي 25، وهو طول حردة الإبط أو الجيرو. مرة على 5 بيساوي 10، اللي هو طول حردة الرقبة الأمامية. اوكي، يبقى طول الكورساج اتقسم مرتين، مرة على 2 مرة على 5. أنا دلوقتي مطلوب مني حاجة، مطلوب مني إن أنا أجهز مساحة مستطيل أشتغل عليه الأمام، ومساحة مستطيل أشتغل عليه الخلف. أوكي، أبعاد المستطيل هتكون إيه؟ أبعاد المستطيل طوله أطول طول في الأطوال. أنا عندي دلوقتي الأطوال اللي عندي 40 و25 و10 و70. ملناش دعوة بال50 أصلا، ملناش دعوة بطول الكورساج، لأن طول الكورساج ده أنا مش هشتغل بيه. أنا عندي الأطوال اللي أنا هشتغل بيها اللي هي طول الوسط، طول حردة الإبط، وطول حردة الرقبة الأمامية، والطول الكلي. أي طول من دول أنا هشتغله هو طول المستطيل؟ أطول طول عندنا اللي هو الطول الكلي 70. الطول الكلي 70، برافو عليك. يبقى طول المستطيل معايا هيكون هو الطول الكلي. طيب عرض المستطيل معايا، أنا قدامي خيار من الاثنين، يعني أنا حرة. ممكن إن أنا أفصل المستطيل بتاعي على المفتوح كده، على المفتوح كده، يعني المساحة بتاعت الأمام كلها على المفتوح قبل ما أتنيها. في الحالة ديت هتاخدي عرض المستطيل بتاعك، عينك تضرب على الدوران الكبير وتاخدي نصه، يبقى انت في الحالة ديت هتشتغلي بنص الدوران الكبير. طب لو انا عايزه اشتغله بسيستم الشغل اللي هو على طول على الربع، يبقى انا هاخد ربع الدوران الكبير. لكن لو على المفتوح هيبقى بالنص، لو على المتني هيبقى بالربع، ربع الدوران الكبير. ويبقى في الحالة دي المستطيل بتاعي اللي هو على المفتوح هنا، تخيلي ان هو امام مفتوح، هيبقى نص اكبر دوران. طيب انا معايا ديت اعتبري كده ان هي الخط الثانيه اللي هو خط النص الخلف، يعني انا الخلف معايا على طبقتين اهو كده، طبقتين. يبقى في الحاله دي عرض المستطيل بتاعي ابعاده هتكون ايه؟ هتكون ربع اكبر دوران. يبقى اما تقيسيه بنص اكبر دوران والطبقه تكون مفتوحه، او تقيسي الطبقه بتاعتك وتبقى ربع اكبر دوران، يبقى ديت ربع اكبر دوران. سوري. اوكي، انا هنا دلوقتي جهزت معايا المساحات بتاعتي، معايا خلف ومعايا امام
طول المستطيل بتاعي اللي هو الطول الكلي 70. اذا الطول ده نزل معايا على البطن وانا مش واخده بالي، يعني انا نزلت الطول ده معايا. عرض المستطيل معايا، انا اشتغلت عرض المستطيل على 24. انا دلوقتي الشرح معايا في الفيديو ده انا هشرح ان انا اعرف ارسم بروفايل الباترون لوحده من غير ما اسيب زيادات الخياطه. محدش يتكلم معايا دلوقتي على زيادات الخياطه، انا عايزه احفظ سيستم الاصل بس، مش اكتر من كده. بعد كده ان شاء الله هنتعلم ازاي نسيب زيادات الخياطه من كل مكان. اوكي، المفروض ان انا اشتغلت المستطيل بتاعي على عرض ال 24. طيب انا دلوقتي بدايه الشغل بتاعي لازم انا جهزت الخلف وجهزت الامام بالابعاد المطلوبه. معلش سوري، يعني حاجات شويه، لازم يكون خط نصف الخلف وخط نصف الامام جهه ايديا الشمال. طب ليه اخليه جهه ايديا الشمال؟ هل انا لو خليته جهه ايديا اليمين الباترون مش هيتعمل هيبقى كويس جدا وزي الفل. بس انا بتكلم دلوقتي احنا مع بعض في شغلنا، علشان احنا اثناء الشرح اللي احنا بنشرحه مع بعض اما اقول لك اتجهي يمين او اتجهي شمال، يكون يمينك زي يميني وشمالك زي شمالي، الاتجاهات عندك نفس الاتجاهات عندي. فاحنا بنثبت بس علشان اتجاهاتنا تكون زي بعض، مش عشان ان الشغل مش هينفع او هيقول لا. لازم احط الخلف فوق الامام. وهل احنا نضطر ان احنا نرسم الباترون مرتين، مرة امام ومرة خلف؟ لا يا شهد، لا طبعا انا مش هرسم الباترون مرتين، مرة للامام ومرة للخلف، لان انا كده هيكون اهدار للوقت والجهد والطاقة وتعب ليا ان انا ارسم مرة للخلف ومرة للامام. لا طبعا انا لازم الاول بعد ما جهزت المساحتين بتوعي لازم احط الخلف فوق الامام، بحيث ان يكون خط نصف الخلف على خط نصف الامام. طب ليه حطينا الخلف؟ مش ممكن نحط الامام على فوق؟ لا، اقول لك انا ليه حطيت الخلف فوق الامام. انت دلوقتي بتقترح ان انا احط الامام فوق الخلف، ما ينفعش. ليه انا حطيت الخلف فوق الامام؟ انا هقول لك على حاجه. دلوقتي بالنسبه الفستان بتاعي اهو، الفستان بتاعي عندي، بلاش الفستان ده هيلخبطنا شويه لانه ملخبط يعني. معايا ممكن فستان تاني، مشكله يعني، مفيش اكتر من ده. معايا حلقة الرقبة الخلفية بتبقى كده، معايا حلقة الرقبة الأمامية بتبقى الحلقة بتاعتها عميقة، يبقى ده أمام وده إيه؟ خلف. تمام؟ طيب الأمام الحلقة بتاعته عميقة شوية وكبيرة، إنما الخلف الحلقة بتاعته قصيرة وصغنونة. المفروض إن أنا لما بقص على الحلقات صغيرة، تمام؟ وبعد كده هشيل الجهه الاماميه واخدها اوسعها شويه. لو انا قصيت الاثنين على الحلقه الاماميه، هاجي اخد الثانيه بتاعه الخلف عشان اعوضها، هلاقيها خلاص اتقطت، واللي اتقطع ما بيتطلعش. يبقى انا لازم اشتغل الحلقتين بالنسبه للامام والخلف، بالنسبه هنشتغلوا على باترون خلفي، وبعد كده هعمل تعديل في الامام. اوكي. طيب انا اتفقت معاكي ان انا لازم احط خط نصف الخلف على خط نصف الامام، النص على النص بالظبط، وهدبس بدبابيس من الاربع جهات. تمام. اوكي. الدبابيس بتبقى من زوايا، يبقى انا كده معايا طبقه 2 3 4. انا كده شغاله على كام طبقه؟ 4. شغاله على 4 طبقات. معايا كده 4 طبقات. شكرا. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الباترن الأساسي للكورساج المقفول. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح، ولو عندكم أي سؤال أو حابين توضحوا حاجة اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. تابعوني في الفيديو الجاي وهيكون الجزء الثاني من الباترن الأساسي للكورساج المقفول.
ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من أكاديمية فاشن ديزاين.